ففي علاقه دلوقتي حاليا طبعا من ورا جوزي، علاقه يعني ايه كلاميه واعجاب برضو، بس يعني في حدود معينه او كده. هو محترم ان انا متجوزه ومحترمني، وكل شويه يقول لي انا ايه بقى؟ وجوزي شغال يعني خارج مصر، ما بينزلش مثلا اللي هو ممكن كل سنه شهر ولا حاجه. فطبعا في الظروف الاخيره بتاعه كورونا بقى والاوضاع اللي هي حصلت مؤخرا، بدا يعني نزوله بدل ما كان مثلا كل سنه شهر، بدا بقى دلوقتي كل. رساله لكل زوج مغترب او كل زوج مسافر: ما ينفعش تبعد عن زوجتك اكتر من 6 شهور. سيدنا عمر لما سأل بنته حفصه رضي الله عنها قال لها الراجل المرأة تقدر تستحمل ان الراجل يبعد عنها قد ايه؟ قالت له 6 شهور الى 4 شهور. يا جماعة الناس اللي بتسافر بالسنة والسنتين والثلاثة وتنسى اهل بيتها. يا جماعة الفلوس مش كل حاجة. زوجتك ماشية في علاقة محرمة، زوجتك ممكن يكون رجالة بيجي لها البيت وانت ما تعرفش، وانت عمال تجيب فلوس وبس. والله العظيم يا جماعة الكلام ده كله موجود. وبرضه رسالة للمرأة: مش عشان جوزك غاب عنك او عشان جوزك مسافر او عشان جوزك كذا تلجئي للحرام. لا، قولي له انزل واقعد معايا، مش عايزه فلوس بس عايزاك تسترني، انا ممكن ما اقدرش استحمل، ممكن اتفتن. يا جماعه الدنيا دي مليانه كتير قوي، تلاقي الزوج مسافر، المراه في علاقه محرمه وبتجيب الرجاله بيتها، يعني بتجيب الرجاله في البيت عندها، والزوج ما يعرفش حاجه عمال يدي لها فلوس وخلاص. فرساله للزوج: الله يكرمك ويبارك فيك، ما تقعدش اكتر من 6 شهور لو هتسافر. ورساله للمراه: بالله عليكي ما ينفعش، انت كده خاينه لزوجك وخاينه لله عز وجل ان انت تكون متزوجه وربنا انعم عليكي بالزواج وتكلمي راجل تاني او تزني مع راجل تاني. حرام عليكي. وخلي بالك ربنا ممكن يفضحك، والله والله العظيم سترك مره واتنين وهيفضحك. فالله يكرمكم يا جماعه ويبارك فيكم. الرساله دي للازواج وللزوجات: اتقوا الله عز وجل، مش عشان زوجي مقصر معايا او عشان زوجتي مقصر معايا الجا للحرام. الله يبارك فيكم، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.